السحور بيفضل لحد آخر لحظة قبل الأذان بثواني يشرب ظنا منه إنه خلاص الحبة الأخيرة دول هم اللي هيخلوه ما يعطش نهائي، ويفضل وقت السحور ما ياكلش على قد ما يشرب مية. فكلمينا على موضوع شرب المية في وقت السحور وازاي نقننه، والفكرة ان انا هفضل عطشان فبالتالي انا ماسك الازازة طول وقت السحور. صحيح، هذا للأسف هو تفكير خاطئ وعكسي جدا. هلا الطريقة الصحيحة والمثلى لشرب المي إنه أنا رح أشرب مي من وجبة الإفطار إلى وجبة السحور، طبعا بما فيها وقت النوم، هذا شيء ثاني يعني. فهاي الفترة اللي نحن حنشرب مي فيها المفروض منا نحن نشرب كم حسب كل جسم مختلف، من 2 إلى 3 لتر. فبتتقسم إلى كاسة تقريبا كل ساعة أو كل ساعتين، يعني لا يتجاوز النص لتر على دفعة واحدة. مثل ما حكيت في البداية الجسم بياخد نص لتر والباقي بيطرحه خارج الجسم. فنص لتر يعني أنا لو جيت على وقت السحور وشربت لتر كامل أنا ما حيعطيني شعور إنه خلاص أنا ما هعطش، بالعكس هعطش أسرع، لأنه الجسم حياخد النص لتر برضه وحيطرح الباقي خارج الجسم، فما حيكون في فايدة أبدا. الصح إنه أنا أشرب مي على مدار ساعات اللي هي الإفطار، ويتوزع شرب الماء. هون أنا بعطى عدم الشعور بالعطش خلال اليوم، إضافة إلى التكنيكات اللي بتنضاف على وجبة الإفطار أو على وجبة السحور اللي عم بتقلل لي من الشعور بالعطش، مثل تناول المخللات على وجبات اللي هي سواء الإفطار أو على وجبة السحور بتعطي الشعور بالعطش. فكثرة زيادة أو تناول الملح طبعا، والمخلل جدا عالي بالملح، فالإكثار من تناول الملح بيؤدي إلى الشعور بالعطش. فكل ما قللنا من الملح في الأكل أو في المخللات أو في الأطباق الإضافية عم بنساعد أنفسنا على عدم الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام. العصائر والسكريات العالية كمان بتأدينا إلى شعور بالعطش، فأنا كل ما أخذ عصير لا يعني إنه أنا لا عم باخذ سوائل معناته أنا ما هعطش. إن كان عصير طبيعي بدون إضافة سكريات هذا الشيء معقول، ولكن إن كان من السكريات الصناعية، وطبعا نحن نعرف في سفراتنا دائما بتغنوا بالعصائر المصنعة، مثل عصير قمر الدين، عصير الفيمتو، الجلاب، التمر الهندي، السوس، كل هاي من العصائر المضافة وإلها بكميات عالية من السكر. حتى الكركديه مع أنه هو عصير جدا صحي، ولكن بإضافة السكر اللي عم بتتم لحتى تعطيه طبعا، فهون بالعكس أنا حيصير في عندي شعور بالعطش، وليس شعور بالعطش فقط وإنما الشعور بالجوع على فترة أسرع. ليش؟ لأنه مثل ما حكيت في البداية بيخلي ارتفاع معدل السكر في الدم بشكل سريع جدا وبينزل بسرعة مباشرة. فهاي الاختلال بعملية ارتفاع معدل السكر في الدم بارتفاع ونزول بشكل سريع، هاي بتخلي الاختلال اللي بتخلينا نرجع نشعر بالشعور بالعطش والجوع في نفس الوقت. تمام. فالاتزان هو الحل الأمثل والصح في توزيع الوجبات الغذائية وفي العصائر. بالضبط.